بسم الله الرحمن الرحيم. النادي الاهلي ينتصر على ولا حاجه بهدف نظيف، هدف لاسامه ابو علي مهاجم النادي الاهلي، المهاجم رقم واحد في النادي الاهلي، بينتصر بيه على مرجان احمد مرجان او الولا حاجه او الاسيوطي، اي حاجه انت عايز تقولها قولها. نادي اشترى جمهور، نادي اشترى اعلام، نادي اشترى صحفيين، نادي اشترى ناس كتير بالفلوس، بس اللي مش قادر يشتريه للاسف التاريخ والمبادئ. حبيبي الحاجات دي لا تشترى بالمال والله العظيم. الحاجات دي صعبة عليك، مش من 5 سنين هتطلع تعمل الضجة دي كلها. احنا عارفين انت محرك الدنيا ازاي، وعارفين الدنيا للاسف ماشية ازاي، بس انت داخل في سكة غلط، داخل مع الاهلي وجماهيره، فللاسف لازم تعمل يوتيرن وترجع وتعدل مسارك وتركز في ملعبك بس. اكتر من كده مفيش. نيجي للشيبي. لاعب زي الشيبي النهارده ده تدخل عنيف، خلاص تدخل في اطار المباراة، انا ما عنديش اي مشكلة. خدت طرد، رايح للشحات ليه؟ انت رايح لحسين الشحات تعمل معاه ايه؟ عايز تعمل مشكله تاني مع حسين الشحات؟ طب هل الاعلام هيشوف الموضوع ده ازاي؟ او هيدير الموضوع ازاي؟ طب اتحاد الكوره، طب رابطه الانديه، الدنيا دي هتعمل ايه مع الشيبي؟ طب هل ده لو حسين الشحات الدنيا هتعدي؟ اكيد لا. فالموضوع هيرسى عليه، هترمخ عليه ويتوقف له، كده كده ما بيلعبش بقاله فتره، هيتوقف له ماتشين ويدفع له 5000 جنيه وسندوتشين كبده غرامه والدنيا هتمشي والدنيا هتعدي. انما لو على الشحات او على النادي الاهلي الموضوع كان هيقف والموضوع كان هيتدربك، وتلاقي الاعلام بيتكلم والصحافه والدنيا تخرب، وفجاه اتحاد الكوره يطلع يقوم رازق حسين الشحات ايقاف سنه. بس ده الشيبي ودي بيراميدز، فالدنيا هتعدي. نيجي الكولر، عمي وعم عيالي السباك. انت مقتنع بيه مدرب؟ انت حر، انا مش قادر اقتنع بيه ده مدرب. والله العظيم لا يرتقي انه يدرب النادي الاهلي. شوط اول ماشي سجال، شوط اول هجمه هنا وهجمه هنا، وقدرت تطلع 1-0. ليه؟ عشان معاك مهاجم، عشان معاك مهاجم، فضل ربنا طبعا رقم واحد، وعشان معاك مهاجم فقدرت تطلع 1-0، فالدنيا مشيت معاك. شوط تاني انت فاقد الحلول تماما، شوط تاني انت مش قادر تمسك كوره، لا سيطره لا استحواذ، ولا حتى عارف تبني هجمه من تحت، مش قادر تطلع بالكوره. اسحب خالد عبد الفتاح، نقطه ضعف كبيره في خط دفاع النادي الاهلي، الشارع مفتوح باسمه، لاعب واخد انذار ومتهدد، استنى لما يطرد. افرض بيراميدز ضغط عليك وجاب التعادل وكسب، كان وارد. كان ايه موقفك؟ ليه بتكابر؟ ليه بتكابر؟ مش قادر افهم. فبتسحب اهم لاعب وانشط لاعب عندك حسين الشحات، هو الوحيد اللي كان قادر يمسك كوره، هو الوحيد اللي كان عامل لك ازعاج في خط دفاع بيراميدز، فبتسحبه. ليه؟ مش عارف. عشان نزل عمر كمال فخالد عبد الفتاح ياخد طرد. شابوك كولر. نيجي للتبديله الثانيه، هي انا اهم حاجه عندي قفشه ده قاعد على الدكه لحد الدقيقه 70 ليه؟ لحد الدقيقه 68 قفشه بره. خلاص انا نزلت شوط ثاني مش قادر اسيطر، مش قادر استحوذ. طب انا عايز افهم، طب انت يعني قلت للعيبه ايه في اوضه اللبس؟ قلت لهم لما تستلموا الكوره ادوها لعيبه بيراميدز. مش قادر افهمها. فكرتني ماتشات افريقيا، اللي هو انت بتسيب الاستحواذ للفريق المنافس وتقف تدافع. طب هنبني هجمه مرتده؟ لا. طب لما الكره تبقى معانا هنسيطر عليها في نص ملعبنا ونحاول نكسب بيها تمريرات ونحاول نمتص الفريق اللي قدامنا ونعمل هجمه مرتده؟ برضه لا. طب امال هنعمل بالكره ايه؟ مش هنعمل بيها حاجه. الكره هناخدها هنطفشها. هو ده اللي كان الاهلي بيعمله في الشوط الثاني، لحد اما نزل قفشه هو اللي بدا يمسك لك نص الملعب، هو اللي بدا يدي شكل لنص الملعب. ركنه بره 70 دقيقه وامام مش عاجبه ان هو خارج. من اسوأ لعيبه النادي الاهلي امام مش عاجبه ان هو خارج للاسف. لازم واقفه والله العظيم مع لعيبه كتير في الاهلي. انا الاهم بالنسبه لي في ماتشات زي دي النتيجه معاك، بس في لعيبه كارثه. في لعيبه لو بدات انا بلعيبه ثانيه كنت هستفيد واقدر اكسب 1 و2 وابقى مطمن، وابقى بلعب ماتش مش مضغوط، وابقى بلعب ماتش ما اروحش احتفل الاحتفالات دي كلها مع الجمهور وما بالغش في الاحتفالات. كولر عليه علامات استفهام كبيره قوي، حب وكره لبعض اللعيبه. الحمد لله فتره صعبه عدت على النادي الاهلي، اهم ماتشين من وجهه نظري في السيزون عدى 6، مش هقول لك بقى جو 12 بونت وده، هم 6 بونت عاديين زيهم زي اي فرقه. قدرت تعطل الفريق المنافس في 6 بونت، الحمد لله. نكمل على كده. ما اتمناش ان انت كل شويه تعمل لي روتيشن وتسحب لاعب وتنزل لاعب. حط تشكيلتك وثبت تشكيلتك، واللاعب الانسب للنادي الاهلي والاجهز يبدا. في النهايه فوز مهم للنادي الاهلي، 3 نقط مهمين، 3 نقط بيقربوك من حسم الدوري، بيقربوك كتير قوي من حسم الدوري، لانه خلاص هي الظروف حطتك ان هو ده المنافس بتاعك في بطوله الدوري. فالحمد لله فوز مهم. نركز، الماتشات اللي جايه مش سهله، ما حسمناش الدوري على الاحتفالات دي لسه والله العظيم. عندك ماتشات صعبه كتير، عندك بتوع بورسعيد، عندك لسه سموحه، عندك لسه الداخليه، عندك لسه ماتشات كتير. لسه الموضوع مش سهل بالنسبه للنادي الاهلي، واحنا ما حسمناش البطوله عشان نحتفل
وبالتوفيق للنادي الاهلي. سلام.